أعزائي الأصدقاء والمتابعين، يمكننا أن نوجه إليكم رسالة. مهما حصل من تفاقم ومهما حصل من تباين وما حصل من اختلاف، لكن لا يمكن أن يظل هذا الوطن منقطعا من حبكم وشريانكم وأوردتكم في حب وانغماس والغوص في حب وعشق من حيث كل السبل، ومن حيث كل الاتجاهات، ومن حيث كل الوسائل التي تؤدي إلى عيش هذا المواطن واستتبابه وأمنه وديمقراطيته وشروعيته وإعادة إعماره وإعادة وحدتكم وإعادة الجمال الذي كان يعيش في الوطن من الحب والوئام والتعاون والتآلف، ومن حيث التمسك بأخلاقيات الدين الإسلامي ومبادئه، والمدرسة الواحدة والجامعة الواحدة والطريق الواحد والشعب الواحد الذي لا يمكن أن ينفره أي فكر منطقي أو مذهبي أو خارجي يؤدي إلى تأجيج صراع واختلاف رؤى، حيث يتم أو ينشب هناك الاختلاف من حيث التخلي عن هذا الوطن وعشقه من أجل المال أو من أجل السلطة أو من أجل أي وسائل تؤدي إلى الكراهية وتؤدي إلى الانقطاع وتؤدي إلى القفوة وتؤدي إلى التباين. ولذلك يجب هذا الشعب أن يتحلي بالإيمان والتضحية، وأن يعود إلى استقراره، وأن يعود إلى وحدته، وأن يعود إلى توسط فكره من التصدي ومن الغلو ومن ما يدعو الشعب إلى التفاقم وإلى الكراهية وإلى البغضاء وإلى القطيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.